الواحد بيزعل قوي لما بيشوف مقارنة بين هالاند وبين وسام ابو علي، مقارنة بين الخطيب وبين محمد صلاح. كابتن سيد عبد الحفيظ بقى طلع وقال لك ايه؟ محمد صلاح لاعب كبير بس لسه ما وصلش للخطيب. ما انا عايز افهم ما وصلش للخطيب فين؟ إيه ان كان يا عم على الحاجات التانية اللي انا اقولها لك ديت فدي سهلة. انت تقصد يعني وبتذل الراجل وبتهين الراجل علشان ما جابش جوان في السكه الحديد وفي الالومنيوم في اسوان في غزل المحله في بترول اسيوط في اسمنت اسيوط في الطرق والكباري؟ هو في ايه يا كابتن سيد؟ بعد اذنك شوف انت بتتكلم على مين، وشوف الشخص اللي انت بتتكلم عنه ده هو ما هو سامعك اصلا. يعني محمد صلاح ما هو سامعك ورسالتك دي مش هتوصله. وما تفكرش ما تفكرش ان انت لما تعمل كده ان انت هتكسب حب او اي حاجه. ده بالعكس، ده جمهور الاهلي نفسه والناس اللي بتحب محمود الخطيب نفسها هتشاور عليك وتقول لك هو انت متخيل انك تبقى قاعد كده في جميع قواك العقليه وتحط هالاند واسامه ابو علي؟ اصلا ما ينفعش تقول هالاند وتجيب بعدها اسامه ابو علي، مستحيل. يعني انت هتقول هالاند وتجيب بقى مين؟ سواريز، كريستيانو، ميسي، تجيب الناس اللي هي التقال وتبدا هتقارن. فانما تيجي تقول لي وسام ابو علي؟ يا جماعه احترموا عقولنا بقى يا جماعه. فيا جماعه كنت انت مش محترم عقلك، احترم عقول الناس. سلام.